بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة إن شاء الله وصفة مميزة جدا. هنعمل حواوشي الفراخ ونغير شوية عن الأكل التقليدي وحواوشي اللحمة، وهنعمله كده بطريقة مختلفة، والتتبيلة إن شاء الله تعجبكم. وهنعمله مدخن كده. هنشوف بقى الخطوات والخلطة والتتبيلة وهنسويه ازاي. هنبدأ بقى كده مع بعض. معايا فلفل ألوان وبصلتين كده متوسطين، وبصل أخضر وطماطماية. هنقطع بقى الفلفل مكعبات صغيرة، والطماطم كمان نقطعها مكعبات بالشكل ده، بس نشيل منها البذور عشان مش عايزين فيها اي سوائل. هناخد بقى البصل الاخضر والبصل العادي وقرن فلفل سبايسي كده ونفرمهم ناعم في الكبة. احنا عايزين البصل يكون ناعم ومش واضح قوي في الحواوشي. هنفرمه بقى بالشكل ده ونبدأ بقى نقطع صدور الفراخ قطع صغيرة ونفرمها مع البصل والفلفل. نحاول يكون الفرم خشن شوية، يعني لفتين بالظبط كده في الكبة، عشان نحس بطعم الفراخ مع الخلطة. هننزل بقى بالفلفل المكعبات والطماطم، وهنتبل بقى بالفلفل الأسمر معلقتين صغيرين كده، ومعلقتين برضو صغيرين من البابريكا وتوم باودر، ونظبط الملح ومكعبين زبدة كده، وهنسيحهم على النار وننزل بيهم على الخلطة دي ونقلب بقى كويس قوي. نحاول نعجنها كويس عشان المكونات كلها تبقى مندمجة كده مع بعض. معايا هنا عيش بلدي بس هو حجمه كبير شوية، فهقسمه اتنين. تقدري تعمليه برضو بنفس الحجم، بتفتحيه بس فتحة من الجنب كده وتحشيه عادي خالص، وبيبقى مدور بالشكل التقليدي بتاعه. بس بصراحة أنا بحبه بالشكل ده جدا، وبيستوي كويس كمان، وبيبقى كمان في التقديم حلو وشكله أفضل كتير من المدور. هنحشي بقى العيش بالكمية اللي مفضلة بالنسبة لكم. لو عايزين مثلا الرغيف مليان أو ناقص شوية براحتكم خالص. انا يعني بعمل كده الحشوة متوسطة، يعني دول بالظبط 5 أرغفة، يعني 10 أنصاص. وبصراحة الرغيف كان كويس جدا، والحشوة فيه يعني كمية مناسبة. خلصنا بقى هنا كل الكمية. هنبدأ بقى نسوي الحواوشي في اختيارين: إما التسوية على الطاسة بالشكل ده، أو في الفرن، أو ميكس بين الاتنين. هوريكم برضو هعمله ازاي. أنا جبت كده مكعب زبدة وحوالي معلقة من الزيت، ونزلت كده بسندوتشات الحواوشي في الطاسة، وهنغطي على السندوتشات بالشكل ده ونهدي النار خالص. وبعد حوالي 10 دقايق بنبدأ نقلب كده ونغطي تاني برضو عشان التسوية تكون من جوه مظبوطة. بالهراسة بتاعة البطاطس بنضغط كده على السندوتشات، ده بيساعد على تسوية الفراخ بشكل أفضل. ونغطي تاني، نفضل بقى نقلب باستمرار لحد ما ياخد اللون الذهبي الفاتح. نقدر نكمل التسوية في الطاسة، بس طبعا على نار هادية، وناخد بالنا عشان اللون ما يغمقش معانا. او الاختيار التاني بنحطه في الصينية كده وندخله الفرن، يعني كل ما اخلص كمية بحطها في الصينية عشان العيش يقرمش معانا، والخلطة كمان من جوه بتستوي اكتر، لان طبعا الفلفل بيبقى يعني بياخد سوا شوية. هنبدأ بقى هنا نعمل الطحينة. معايا نص كوباية من الطحينة، ونص معلقة من الثوم المفروم، وبهارات عبارة عن كمون وكزبرة وشطة.
وننزل بحوالي ربع كوباية خل أو معلقتين كبار بالشكل ده ونقلب. وبعد كده ننزل بالمية، نحاول يعني ننزل بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. رشة كمون بقى على الوش وحبة زيت كده، والطحينة كده جاهزة. كده طلعنا الحواوشي من الفرن. بجد التسوية حلوة جدا والعيش مقرمش والخلطة مستوية تماما. طبعا خطوة الفرن اختياري، ممكن تكمله في الطاسة عادي خالص، بس بياخد وقت شوية، يعني تحاولوا تحطوها في طاسة كبيرة لأنه بياخد من كل ناحية وقت طويل. هنجيب قطعة فحم بالشكل ده ويعني حوالي نص معلقة زيت، ونغطي بقى على الحواوشي بالشكل ده عشان ياخد طعم التدخين. بجد سندوتشات الحواوشي طعمها حلو جدا وأحلى كتير من اللحمة. نكهة كده مميزة والطعم المدخن واضح جدا فيه. شوفوا التسوية بصراحة طلع حلو قوي. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.